السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنت اسمها سيلين، منظمة وبتهتم بنظافة أوضتها، على طول بترتبها لأنها بتحب تحافظ على حاجتها. أدراجها ودولابها مرتبين وكل حاجة في مكانها، وعشان كده الكل بيحبها، والنظام والترتيب اتعلموه منها. مامة سيلين كانت على طول بتكافئها على نظامها وترتيبها، وبتجيب لها هدايا كتير جميلة. بس سيلين كانت بتحب وبتهتم بالماركات الغالية، فلما كانت تشتري حاجة أو تطلبها من مامتها لازم تكون ماركة معروفة وكبيرة، حتى لو في زيها بسعر أقل. بتتبسط أكتر بالحاجة الماركة المشهورة. ولما تقابل سيلين أصحابها تفضل تتكلم عن حاجتها الغالية وتتفاخر بالحاجات اللي بتشتريها واللي مفيش زيها. وأصحاب سيلين كانوا بيحبوها، بس ساعات عشان أسلوبها وطريقتها دي كانوا بيتضايقوا منها. ولما كانوا أوقات يبعدوا عنها تروح تحكي لمامتها وتاخد رأيها، تقول لها لازم تبقى فخورة بالحاجات اللي عملتيها بإيدك، مش بالحاجات اللي من غير موجود اشتريتيها. وقالت لها إن ما ينفعش أصلا تتباهي بالحاجات اللي عندك، سواء غالية أو رخيصة، لأن قيمتها مش في الحاجات اللي لابساها أو بتستخدمها. وإن مش معنى إنك تقدري تشتري حاجات غالية يبقى تتكلمي عنها كل شوية، لأن مع الوقت الناس هيتضايقوا ويبعدوا عنك بسبب طريقتك اللي مش لطيفة. وفي يوم كانت نورة صاحبة سيلين جايبة شنطة جديدة جميلة لونها أحمر وفيها فيونكة بيضة رقيقة. كل أصحابهم قالوا إن نورة شنطتك حلوة وشكلها لطيف وأنيقة، بس سيلين قالت لنورة شنطتك حلوة بس مش قوي عشان ماركة مش مشهورة. نورة ردت عليها إنه مش مهم ماركتها وسعرها، المهم إنها شايلة كل حاجتها وهي بيها سعيدة ومسرورة. وبعد ما المدرسة خلصت والبنات مروحين، شنطة سيلين اتشبكت في مسمار واتقطعت، وفجأة كل الحاجات اللي كانت شايلاها فيها على الأرض وقعت. سيلين ما كانتش عارفة تتصرف وتعمل ايه. عرضت عليها نورة تساعدها باللي تقدر عليه، وقالت لها شنطتي كبيرة ولسه جديدة، هتاخد حاجتنا احنا الاتنين. ووافقت سيلين وشالت نورة حاجات سيلين مع حاجتها على ظهرها ومشيوا سوا البنتين. سيلين كانت ماشية وبتفكر في كلام مامتها ليها لما قالت لها ان طريقتها اللي مش لطيفة ممكن تضايق الناس منها، وبصت على شنطتها المقطوعة وفكرت انها باظت مع انها غالية جدا، وده معناه ان قيمة الحاجة مش في الفلوس اللي اتدفعت فيها ابدا. اعتذرت سيلين لنورة صاحبتها على كلامها اللي قالته لها، واعترفت انها غلطت وقتها لما اتريقت على شنطتها. نورة قالت لسيلين انها مش زعلانة منها وعارفة انها ما كانش قصدها، لكن احلى حاجة انها اتعلمت ان قيمة الحاجة مش في تمنها او المكان اللي اشتريته منها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.